يا أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض باب لعالم بصراحة غامض ومثير جدا، عالم الأبطال والأشرار بس في العصر الرقمي. هنتكلم عن إيه؟ عن الأمن السيبراني أو زي ما بنقول أمن المعلومات. السؤال ده ممكن يكون هو خلاصة الموضوع كله. فكروا فيها كده. إزاي هتبني حصن قوي وإنت مش عارف اللي بيهاجمك ده بيفكر إزاي؟ مستحيل. لازم الأول تدخل جوه عقله. فيلا بينا نبتدي الرحلة دي ونحاول نفكر زيهم. تمام، بس قبل ما ندخل في تفاصيل الهجوم والدفاع والتفكير زي الهاكرز، لازم نقف لحظة. لازم الأول نعرف إحنا بنحمي إيه بالظبط. إيه هو الكنز اللي بنتكلم عنه ده؟ يعني إيه هو أمن المعلومات أساساً؟ بصوا، بتعريف بسيط قوي، أمن المعلومات هو الحالة اللي بتكون فيها بياناتنا والبنية التحتية بتاعتنا، يعني أجهزتنا وشبكاتنا في أمان. الحالة اللي خطر السرقة أو التلاعب أو إن السيستم يقع بيكون قليل لمستوى مقبول. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. مفيش حاجة اسمها أمان بنسبة 100%، ده وهم. الهدف الحقيقي هو إننا نقلل الخطر لأقل درجة ممكنة، لدرجة نقدر نتحملها ونتعامل معاها. وهنا ندخل على أول ركن أساسي في الموضوع كله، السرية أو ال confidentiality. ببساطة شديدة مش أي حد من حقه يشوف البيانات. الموضوع عامل زي ما يكون حد عنده مفكرة شخصية وقافل عليها بقفل. مين اللي معاه المفتاح؟ صاحبها بس. هو ده بالظبط معنى السرية، إن البيانات الخاصة دي محدش يقدر يوصل لها غير الناس اللي معاهم تصريح. طيب جميل، قفلنا المفكرة والمفتاح معانا. بس سؤال، إيه فايدة القفل لو اللي جوه المفكرة نفسها ممكن يتغير من غير ما ناخد بالنا؟ يعني حد يفتحها بطريقته ويشخبط ويمسح كلام ويكتب كلام جديد. هنا يجي دور الركن التاني، السلامة أو الانتجريتي. معنى إننا لازم نضمن إن المعلومات دي سليمة، دقيقة، ومحدش لعب فيها نهائياً. والضلع الثالث بقى اللي بيكمل المثلث الذهبي بتاعنا هو التوافر، الافيلابيليتي. يعني إيه؟ يعني مش كفاية إن المفكرة مقفولة ومحدش لعب في اللي جواها، لأ، لازم كمان لما صاحبها يحتاجها يلاقيها في مكانها، ما تبقاش ضايعة أو حد خباها. التلاتة دول مع بعض، سرية، سلامة، توافر، هم أساس أي نظام أمان في الدنيا. لو واحد بس منهم وقع، المنظومة كلها بتنهار. تمام قوي، كده عرفنا إحنا بنحمي إيه وإيه هي الأركان الأساسية للحماية دي. دلوقتي بقى خلينا نروح للجانب التاني، جانب الهجوم. بنحميه من إيه بالظبط؟ يلا بينا ندخل ساحة المعركة ونشوف شكل التهديدات عامل إزاي. أي هجوم في العالم مهما كان ضخم أو معقد بيبدأ من حتة صغيرة قوي، نقطة ضعف، vulnerability. تخيلوا الموضوع زي قلعة حصينة جدا، بس فيها طوبة واحدة بس مخلوعة. الطوبة دي ممكن تكون مجرد غلطة صغيرة في البرمجة أو إعداد مش معمول صح، بس بالنسبة للهاكر الطوبة دي هي المدخل بتاعه، هي دي البوابة اللي هيدخل منها. طيب لو نقطة الضعف دي هي الطوبة المخلوعة في جدار القلعة، فالإكسبلويت أو الاستغلال هو الأداة اللي الهاكر بيستخدمها عشان يخلع الطوبة دي ويدخل. هو خلينا نقول العتلة المصممة مخصوص عشان تفتح الثغرة دي. فالمعادلة هنا بقت بسيطة جدا، صح؟ نقطة ضعف زائد أداة استغلال، النتيجة هي هجوم ناجح. الاتنين لازم يكونوا موجودين. لو في ثغرة بس مفيش أداة تستغلها مفيش هجوم، ولو في أداة بس مفيش ثغرة برضو مفيش هجوم. بس استنوا، لو بصينا للصورة الأكبر هنلاقي إن المعادلة ناقصها عنصر ثالث ومهم جدا. عشان يحصل هجوم بجد لازم يكون فيه نقطة ضعف وطريقة لاستغلالها، والأهم من كل ده الدافع، الموتيف. ليه حد هيتعب نفسه ويعمل كل ده؟ الدافع ده هو البنزين اللي بيحرك كل حاجة. ممكن يكون دافع مادي، فلوس يعني، أو انتقام، أو حتى مجرد تحدي ورغبة في إثبات القدرات. طيب مين هم بقى الناس دي؟ مين اللاعبين اللي في القصة بتاعتنا؟ هل هم كلهم أشرار قاعدين في أوضة ضلمة ورا شاشات؟ الحقيقة لا، الموضوع أعقد من كده بكتير. عالم الهاكرز ده مليان شخصيات وتصنيفات، والكل تصنيف لون قبعة بيميزه. وقبل ما نتكلم عن ألوان القبعات دي خلينا نتفق على تعريف واضح لكلمة هاكينج أو اختراق. يعني إيه اختراق؟ ببساطة هو إنك تستغل نقطة ضعف عشان توصل لحاجة أنت مش مسموح لك توصل لها، سواء الحاجة دي كانت معلومات أو سيطرة على جهاز أو أي حاجة تانية. وهنا بقى بيجي تصنيف القبعات الشهير عشان يوضح الفروقات دي. أول حاجة عندنا أصحاب القبعة البيضاء، دول بنعتبرهم الأخيار في القصة. دول بيشتغلوا بشكل قانوني وبياخدوا إذن من الشركات عشان يحاولوا يخترقوا أنظمتهم بهدف واحد بس، إنهم يلاقوا الثغرات ويساعدوا في سدها. في المقابل تماما عندنا أصحاب القبعة السوداء،
دول بقى اللي بنشوفهم في الأفلام، اللي بيخترقوا بنوايا سيئة جدا زي السرقة أو التخريب، وطبعا شغلهم كله غير قانوني. وبين الأبيض والأسود في منطقة رمادية، هنا بنلاقي أصحاب القبعة الرمادية. دول ممكن يخترقوا نظام من غير إذن، بس بدل ما يسرقوا يروحوا يبلغوا الشركة عن الثغرة، أو يمكن يفضحوها على الإنترنت. هم في منطقة قانونية وأخلاقية معقدة جدا. طيب، بعد ما فهمنا المشكلة واللاعبين اللي فيها وخصوصا أصحاب القبعات السوداء، نعمل إيه؟ إيه الحل؟ الحل ممكن يتلخص في جملة واحدة: لازم نحارب النار بالنار. وهنا بالظبط بيجي دور أصحاب القبعات البيضاء، أو اللي بنسميه الاختراق الأخلاقي. الفكرة بتاعته عبقرية في بساطتها. بدل ما تستنى لما حرامي حقيقي يقتحم بيتك عشان تكتشف إن الشباك بتاعك مكسور، لأ، أنت بنفسك بتجيب خبير أمني، حرامي شريف يعني، وبتقول له اتفضل حاول تدخل بيتي بكل الطرق الممكنة. وبعد ما يخلص بيجيلك بتقرير يقولك بص الشباك ده ضعيف والباب ده قفله مش كويس. هو ده بالظبط الهاكر الأخلاقي، شغلته يلاقي الثغرة قبل الهاكر الشرير. ودي هي الفلسفة كلها. مفيش دفاع قوي من غير فهم عميق للهجوم. لازم تلبس قبعة المهاجم وتمشي في خطواته وتفكر بعقليته عشان تقدر تتوقع هو هيعمل إيه وتقفل عليه السكة قبل ما يوصل. طيب جميل جدا. الهاكرز الأخلاقيين دول بقى، أو المتخصصين في أمن المعلومات، بيشتغلوا إزاي؟ إيه هي الأدوات والأساليب اللي بيستخدموها عشان يختبروا الأنظمة؟ أول وأشهر طريقة هي اللي بنسميها تقييم نقاط الضعف أو Vulnerability Assessment. دي عملية منظمة جدا، زي ما يكون حد بيعمل جرد شامل للبيت. بيمسك ورقة وقلم ويعدي على كل باب وكل شباك ويسجل ملاحظاته: الشباك ده ضعيف، الباب ده محتاج قفل زيادة، وهكذا. هو بيعمل قائمة بكل الثغرات الأمنية المحتملة. والعملية دي مش ماشية بالبركة خالص، دي ليها خطوات واضحة. أول حاجة بنحدد إيه هي الأصول والموارد بتاعتنا، زي السيرفرات والبيانات. بعدين بنشوف إيه المهم وإيه الأهم. بعدها بنفكر في كل التهديدات المحتملة لكل حاجة. والخطوة اللي جاية دي أهم خطوة، بنرتب الأولويات. يعني بنصلح المشاكل الخطيرة الأول، وفي الآخر بنحط خطط عشان نقلل الخسائر لو حصل هجوم لا قدر الله. يعني الشغلانة استباقية بتخلينا جاهزين. ونيجي بقى للمستوى الأعلى، الخطوة اللي بعد كده: اختبار الاختراق أو penetration testing. هنا الوضع مختلف. هنا إحنا مش بنكتفي بعمل قائمة بالشبابيك الضعيفة، لا، إحنا بنحاول فعلا نكسر الشباك ده وندخل. بنعمل محاكاة كاملة لهجوم حقيقي عشان نجاوب على أهم سؤال: هل دفاعاتنا دي مجرد حبر على ورق ولا فعلا بتصمد وقت الجد؟ فالفرق بين الاتنين جوهري. تقييم نقاط الضعف أو الأسسمنت بيجاوب على سؤال إيه هي المشاكل اللي عندنا، أما اختبار الاختراق البنتريشن تيست بيجاوب على سؤال تاني خالص: هل المشاكل دي ممكن حد يستغلها عشان يأذينا؟ الأول نظري بيديك قائمة، التاني عملي بيديك نتيجة حقيقية من أرض المعركة. عشان كده القيمة الحقيقية لاختبار الاختراق هي إنه بيديك دليل قاطع، بيقولك بصراحة أيوة نظامك ممكن يتضرب، أو لأ دفاعاتك قوية. ولو في نقطة ضعف هو مش بس بيقولك عليها، ده بيقولك إزاي المهاجم دخل منها بالظبط، وإيه الدفاعات اللي قدرت توقفه، وإيه الدفاعات اللي فشلت تماماً. بيديك خريطة طريق واضحة عشان تصلح اللي بايظ. كل ده بيوصلنا لنقطة أخيرة وفكرة مهمة جدا: الأمن مش منتج بنشتريه وننساه. الأمن عملية مستمرة، سباق ما بيخلص. كل يوم المهاجم بيخترع أداة جديدة، والمدافع بيضطر يلاقي طريقة يصدها. المدافع يقفل ثغرة والمهاجم يدور على ألف غيرها. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: هل في حاجة اسمها آمن تماماً؟ هل ممكن نوصل في يوم من الأيام لأمان بنسبة 100%؟ يمكن لأ، ويمكن ده هو اللي بيخلي المجال ده مثير ومهم قوي، إنه بيخلينا دايماً صاحيين وعلى حذر.